السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فخورة بحصولي على منحة دراسية لمتابعة دراستي في مجال تخصص الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة. أقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ كمال بالداري على جهودهما وحرصهما على تمكين الشباب الجزائري من خوض التجارب الجديدة في المجال الأكاديمي والعملي. كما أخص بالشكر السيد لطفي غازي الرئيس التنفيذي لمركز NCUK ألجيريا، إضافة إلى السيد إسلام تيغرين على جهودهما ودعمهما وحرصهما الذي أوصلني إلى هذا الإنجاز، وأعدكم أن أكون على قدر هذه الثقة بإذن الله. السفير البريطاني بالجزائر جيمس داونر استقبل الطالبة الجزائرية المتفوقة في امتحانات البكالوريا رونق زاني في مقر السفارة بالعاصمة الجزائرية في أجواء احتفالية مميزة. وحرص السفير خلال هذا الاستقبال على الإشادة بالمستوى الرفيع الذي أبانت عنه الطالبة، واعتبر نجاحها دليلا على قدرات الشباب الجزائري وعلى ما يمكن أن يقدمه من إبداع وتميز في الميادين العلمية والتكنولوجية. وجاء هذا الاستقبال قبيل سفر رونق إلى إنجلترا، حيث ستلتحق بجامعة آستون لمواصلة دراستها الجامعية في تخصص الذكاء الاصطناعي الذي يعد من أكثر التخصصات المستقبلية أهمية على الصعيد العالمي. وتزامنا مع ذلك بادر المركز الثقافي البريطاني إلى تقديم اختبار آيلتس مجاني لها اعترافا وتقديرا لتفوقها في شهادة البكالوريا، وهو ما يعكس حرص المؤسسات البريطانية على تشجيع الطاقات الشابة وتمكينها من خوض تجارب أكاديمية دولية متميزة. هذا الحدث اعتبر رسالة دعم معنوي كبيرة للطلبة الجزائريين المتفوقين، وتشجيعا لهم على مواصلة السعي وراء أحلامهم والانفتاح على آفاق علمية أوسع.